هنا غزة التي ترتسم فيها الابتسامة وتصدح الأصوات فرحا بعد سيل من الدماء والدموع، وفي قرارة أنفسهم يدركون حجم المأساة التي تتكشف بعد إزالة كل حجر من بين الركام. سنتان ذاق فيهما الشعب الفلسطيني مرارة الألم وشرب من كأس الأحزان ليل نهار، واليوم يصلون لله شكرا على نجاتهم وتوقف حرب الإبادة والتجويع التي فاقت تخيل البشر. فرحة جاءت بعد إعلان الفصائل الفلسطينية عن إبرام اتفاق يفضي إلى وقف الحرب، لكنها تبقى منقوصة فالجرح ما زال مفتوحا، وآلاف الفلسطينيين لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في المرحلة الأولى، وآخرون سيبدأون في البحث عن أكثر من 9000 مفقود تحت الركام، والجميع يتخوف من تنصل الاحتلال من الاتفاق كغيرها من الاتفاقات. حرب تطهير حاول من خلالها الاحتلال اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم، فقتل قرابة 20,000 طفل وأكثر من 12,500 سيدة، من بين 67,200 شهيد فلسطيني قتلوا بأطنان من المتفجرات، وقتل آخرون جوعا ومرضا. كما دمر الاحتلال معالم الحياة، لكنهم بقوا وصمدوا وثابروا وتعالوا على جراحهم ويتشبثون في أمل عودة عجلة الحياة.